السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده يا جماعة رجعت لكم بحاجة تحفة جدا جدا جدا، وهي اعادة تدوير بعض الاكلات. ايوه، اعادة تدوير. اعادة التدوير مش دايما يا جماعة في علب الحلوى والازايز ونعمل منها حاجات، لا لا، كمان في الاكل ممكن نعمل اعادة تدوير. وكل حاجة تتخيلوها هعمل لكم منها اعادة تدوير، وهتبقى تحفة وهتتاكل بدل ما كانت هتترمي. عايزة اقول لكم ان الوقت دلوقتي اللي احنا فيه ما ينفعش نرمي حاجة. ما ينفعش ان انتي تتهاوني وترمي مثلا حلة رز، ولا تترمي شوية مكرونة باقيين. يعني اتعبي شوية وشغلي دماغك واعملي احلى حاجة لولادك بإعادة تدوير، لان دي نعمة ربنا يحاسبنا عليها. طالما اتبقت ولادك مرضوش ياكلوها، يبقى احنا نقدر نعمل منها حاجة جميلة جدا. انا كنت عاملة كشري، والولاد كلوا على قد ما قدروا، وتاني يوم انا كلت منه، وبعد كده هم رفضوا ياكلوا تاني. فانا رحت واخده الكشري ورحت حطاه في كيس، ورحت رايحه في بيه، يعني رحت عند الجزار. تخيلوا عملت بالكشري ايه؟ عملت بالكشري يا جماعه والله العظيم عملت بيه كفته. كفتة داوود باشا. شايفين الجمال؟ شايفين الطعامة؟ انا بحبها كده، بعملها في صينيه احطها في الفرن، وبخلي الصلصه بتاعتها خفيفه وبعملها بالثوم. عملت الصينيه دي، وكنت عامله صينيه قبلها بيوم، وقليت اللي انتوا شايفينه دول 3 اكياس. الكيس يقضي يوم. وكمان عندي كيس ما كانش عندي زيت عشان اقليه، حطيته كده مش مستوي. شايفين الجمال والحلاوه؟ انا استغليت صينيه الكشري وحطيتها بدل الرز اللي هو العادي. ايه المشكله؟ ما فيهاش اي مشكله خالص، بس زودي نشا علشان تتمسك معاكي. بس هي دي الحاجه الوحيده الفرق بين التانية وديت، ان احنا هنزود نشا. وتحطي كل حاجه اللي هي التوابل، التوم، البصل، الكزبره الناشفه، او الكزبره والبقدونس والحاجات دي كلها. يا جماعه ما حدش يرمي حاجه. يعني ارجوكم ارجوكم، حاولوا ان انتوا تستغلوا كل حاجه. الكفته دي كانت من اجمل الكفتات اللي انا عملتها لولادي. قسما بالله بنتي بتقول لي طعمها تحفه تحفه تحفه. حاجه كده كانت جميله. لو عجبكم بقى الفيديو قولوا لي رايكم في الكومنتات، والسلام عليكم.